وجهات سياحية يمكن نفقدها للأبد، ومن ضمنها المالديف. لتعرفوا السبب؟ تعالوا معي. التغير المناخي عم بيأثر بشكل كبير على كتير مناطق بالعالم، من ارتفاع درجات الحرارة لارتفاع منسوب البحار للأحداث الجوية المتطرفة، يلي إذا استمرت على هذا المنوال رح تهدد السكان والبنى التحتية وتمنعنا من التمتع بالجمال الطبيعي، وكل هاد بحلول العام 2034 بس. وأولها المالديف. الشواطئ البيضاء والمي الصافية معظمها رح تكون مغمورة تحت سطح البحر بحلول العام 2034. فينيسيا بإيطاليا، مدينة القنوات المائية، رح يكون مستقبلها غامض مع تأثرها المستمر بالفيضانات، ومع ارتفاع مستوى مياه البحار رح تكون غير صالحة للسكن، وممكن تكون مفتوحة فقط للسياحة أو قد تكون مغلقة للأبد. جزر غالاباغوس المدرجة على قوائم اليونسكو لمواقع التراث العالمي رح تكون الأكثر حساسية بسبب موقعها الحساس في المحيط الهادي، ويلي درجة حرارة المحيط من حولها عم تأثر على الشعاب المرجانية وحتى على الحياة البرية بطريقة يمكن ما في رجعة منها. وأخيراً فلوريدا كيز، هذا الأرخبيل الموجود بولاية فلوريدا الأمريكية أيضاً رح يواجه تهديدات كبيرة بسبب ارتفاع مستوى البحار والأعاصير المتكررة وزيادة تحمض المياه.